النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا يخص الأحواض السمكية وخصوصا الإضاءة، ودايما بيتسأل فيه أسئلة كتير جدا، والهاوي دايما مبقاش عارف يبتدي مع الإضاءة منين. هنتكلم النهارده بشكل عام عن الأحواض السمكية وبشكل خاص عن الإضاءة في الأحواض النباتية. وأهم الأسئلة اللي دايما الناس بتسألها واللي بيدور في ذهنها وهتعمل إيه بالظبط. هنتكلم النهارده باستفاضة وهنجاوب عن 10 أسئلة مهمة جدا للأحواض النباتية واهميه او فوائد الاضاءه في الاحواض السمكيه في العادي جدا. يلا بينا. الاحواض السمكيه الاضاءه فيها مش مهمه بالقدر الكافي كحاجه قد ما هي راحه للعين، وان هي بتدي اضاءه ومظهر للحوض وان انت عايز تظهر السمك بتاعك وان انت عايز تظهر الالوان بتاعته. وخصوصا ان كمان في انواع من انواع الاسماك بتحتاج اضاءه معينه عشان خاطر الوانها تبقى مرتاحه وتبقى واضحه في الحوض، زي مثلا الاسماك الافريقي والاسماك الامريكي. بنشغل لها اضاءه جلوريكس اللي هي اللمبه الجلوريكس اللي بتدي اضاءه شبه الاضاءه البينك. دي بتبقى اضاءه مريحه للعين وفي نفس الوقت مريحه للاسماك، بقدر برضو ان في بعض الاسماك اللي ما بتحتاجش الاضاءه القويه وبتخاف وبتهاب الاضاءه القويه، زي مثلا اسماك الدسكس. فدي معادله محتاج ان انت تحاول ان انت توازنها كويس جدا جوه حوضك، ما بين ان انت عينك تبقى مرتاحه ان انت بتبقى باصص للحوض ومرتاح، وفي نفس الوقت انت شايف حوضك كويس والسمك فيه نفسه مرتاح مش متسلط عليه الاضاءه جامد ودايما مستخبي او مش ظاهر دايما في الحوض. فالموضوع ده مهم جدا ان انت تقدر توازنه مع الشعبة من الاسماك دي. اسماك الانجل بتحب الاضاءة اللي هي المتوسطة اللي هي القوية قوي، ولا الاضاءة الخافتة، وخصوصا اللي برضو في بعض الاحيان بتحب الاضاءة الهادية. بقيه الاسماك بقى الولوده وبقيه الاسماك اللي بنتكلم عليها اللي هي العاديه زي الانجل وبقيه الاسماك بتحتاج اضاءه عاديه خالص، اضاءه مريحه للعين واضاءه مناسبه للحوض وخلاص. ويفضل ان انت ما تشغلش في جميع الاحوال بالنسبه للاحواض السمكيه الاضاءه 24 ساعه في ال 24 ساعه، هي بس وقت ما انت قاعد قدام الحوض او مثلا بتثبت عدد ساعات معين وخلاص، لان الاضاءه اصلا مش مهمه بالنسبه للاسماك، لان هو مش هيعمل بيها حاجه غير بس ان هي هتريح له مزاجه او الحاله المزاجيه بتاعت. طيب بالنسبه بقى للاحواض النباتيه، الاضاءه مهمه ليها؟ مهمه جدا، ده هي عصب الاحواض النباتيه، لان هي بيتم عن طريق عمليه البناء الضوئي. ولو كل حاجه ما اتعملتش صح ومظبوط في الاضاءه الاحواض النباتيه هيحصل خلل وهيوديك لمشكله مختلفه. الاضاءه في الاحواض النباتيه لازم تكون محاكاه للطبيعه وبقدر كافي وبنسب وبعمليات حسابيه معينه بسيطه جدا مش معقده، بس مهم ان انت توفرها للحوض عشان خاطر النبات يقدر يعمل عمليه البناء الضوئي، وفي نفس الوقت الطحالب ما تظهرش في الحوض، وفي نفس الوقت برضو ما تعملش اجهاد لحوضك ولا للنباتات. النهارده هنتكلم عن الاحواض النباتيه والاضاءه بتاعتها في 10 اسئله فيهم الخلاصه دايما بتسال فيهم على خاصهم عليه. اول سؤال بتساله للاحواض النباتيه: ازاي احسب الاضاءه للحوض بتاعي؟ اولا طريقه الحساب بتاعك ده يعني واقف على ان انت هتشتغل في انهي مستوى، لو تك ولا ميديوم تك ولا هاي تك. اللو تك بنشتغل على الاضاءه فيها على 20 ليومن للتر، الميديوم تك بنبتدي نشتغل فيها على 30 ليومن للتر لحد 40 ليومن للتر، وبعد كده الهاي تك بيبتدي معاك من اول ال 40 ليومن لحد فما فوق معاك بقى لحد ما توصل ل 100 ليومن او اكتر. خلينا نتكلم عن مثلا مثال للاحواض اللوتك، لحوض مثلا قدرته 100 لتر او 60 في 40 في 40. لو هو الحوض صافي 100 لتر بعد ما حطيت الجرش وعملت حسابات الجرش اللي موجوده في الحوض، بنتكلم مثلا عن 100 لتر، يبقى احنا المستوى بتاعنا هنديله 20 ليوما للاضاءه، يبقى هنضرب ال 100 لتر في ال 20 هيدينا 2000 ليوما. ال 2000 ليومن دول اللي هم بيدوني حوالي تقريبا بالواط 20 واط. تمام؟ طيب دي بكل بساطه ازاي تعرف تحسب الاضاءه بالنسبه للوتك. اقسم بقى وعيش على نفس الطريقه بالنسبه للاضاءه في الميديوم تك وبالنسبه للاضاءه في الهاي تك. ليه بنعمل الحسابات دي كلها؟ عشان ما نخشش في قصه الطحالب، وندي القدر الكافي للنباتات ان هي تقدر تعمل عمليه البناء الضوئي بشكل مرتاح بدون اجهاد للزرع.
طيب ازاي بقى ننفذ الموضوع ده على ارض الواقع؟ اول حاجه، بعد ما انت حسبت كميه الاضاءه بتاعتك المطلوبه للحوض، انت بتنفذها على ارض الواقع. يا اما انت بتجيب لمبات الاوز مثلا، وليكن شركه اليوس، تمام، لانها بتبقى محسوبه الاضاءه اليومن بتاعها كويس جدا، او شركه فينوس زي ما تحب، ان الحاجات دي بتبقى ليها ضمان. او لو انت هتجيب ليد بار، والليد بار اللي موجوده في السوق تصنيع مصري، لازم تسال الاول الليد بار ده بيطلع كام ليومن، مش كام واط. لان انا اكتشفت ان المصنعات اللي موجوده في السوق المصري بالخامات مش ثابته الوطات ولا اليومن بالنسبه والتناسب ما بينهم. فلازم تسال الراجل اللي انت اخدته منه الليد بار ده بيديني كام اليومن، ماليش دعوه بحجمه 60 سم ولا هو حجمه 70 سم ولا هو حجمه 80 سم، بيديني كام اليومن. ده سؤال مهم جدا. احنا في الاحواض النباتيه بنشتغل باليومن. نفس الموضوع مع الكشافات الكانديلا او الكشافات الصيني اللي هي موجوده في السوق المصري الجاهزه، بتبقى مكتوب عليها الواط، بينطبق عليها ان هي طبعا كشافات RGB فيها جميع مستويات الالوان والاطياف بالنسبه للاضاءه، وبتبقى محدد ليها الواط، وبينطبق عليها نسبه الواط اللي احنا بنتكلم عليها، ان مثلا ال 20 واط بيديني 2000 ليومن، وهكذا. تمام. دي بالنسبة ان انت ازاي تعرف تطبقها. بالنسبة للإضاءة، بعد ما تكون انت طبقتها، لازم يكون التوزيع للإضاءة بالنسبة للحوض متساوي. يعني ما ينفعش مثلا حوضك عاوز 1000 اليومن تقوم انت رايح جايب لمبة 10 واط او 9 واط، لمبة واحدة. لا، لازم يكون في توزيع على مساحة سطح الحوض. السؤال رقم 3 اللي دايما بنتسأله: هل الأطياف مهمة للأحواض النباتية؟ وهل أستخدم مين احسن، اللمبه الصفراء ولا اللمبه البيضاء؟ الاطياف بالنسبه للاحواض النباتيه في اللوتك، انا مش شايف ان الاطياف لها اهميه. ما ادتنيش، او من تجاربي ما ادتنيش الحاجه المختلفه. الاتنين واحد جدا، اللي هي الاضاءات اللي فيها RGB. السؤال ده يخص الكشافات او اللمبات RGB، ان انا بوفر اضاءه ريد احمر، جي اللي هي الجرين الاخضر، البي اللي هو البلو الازرق. الحاجات دي عشان توفرها في اللوتك انا مش شايف لها اهميه نهائي وما فرقتش. انما بدايه من الاول الميديم تك والهاي تك، الكشافات بتفرق فيها قوي نسبه موضوع الاطياف، وبيدي مردود كويس جدا على راحه العين للحوض، وكمان بيدي الإضاءة المناسبة للنباتات اللي عايزة تتلون بطريقة معينة، وطريقة التصبغ بتاعتها، ودي قصة تانية بنتكلم عليها مع التغذية، وده موضوع اتكلمنا فيه قبل كده، مش موضوعنا دلوقتي، ولكن هي بتفرق وبيبقى ليها شكل ملحوظ ومردود على الإنتاج. على السؤال الرابع واللي دايما بنتسأله: أركب لمبة بيضة ولا أركب لمبة صفراء؟ مين أحسن، لمبات الصفراء ولا اللمبات البيضاء؟ بكل بساطة الإجابة في إن اللمبات الصفراء فيها أطياف معينة، والأطياف البيضاء ليها أطياف معينة. اللمبات الصفراء فيها أطياف بنفسجية وحمراء وصفراء، تمام، ودي من واقع التجارب والقرايات والأبحاث العلمية، قالت إن دي بتساعد على النمو الأفقي للنبات. ولكن الإضاءة البيضاء بيبقى فيها جميع الأطياف، ولكن فيها الطيف الأزرق بزيادة قوي، اللي هو المسؤول عن نمو النبات العمودي أو الرأسي. فعشان كده بنقول إن احنا نهتم قوي بالإضاءة البيضاء، لأن هي دي اللي فيها الأهمية، وإن هي دي المهمة جدا. ولكن ممكن نعمل توليفة ما بين الإضاءتين، ونقول إن احنا ممكن نشغل تلتين الإضاءة اللي مطلوبة للحوض إضاءة بيضاء، والتلت اللي باقي لمبة صفراء. يعني وليكن انت حوضك مطلوب ليه 1000 ليومن، ممكن نقول 200 ليومن نخليهم إضاءة صفراء، وال 800 ليومن الباقيين كلهم تبقى إضاءة بيضاء. أو لو أنت عايز تستغنى عن الإضاءة الصفراء ما عنديش مشكلة. المهم إن الإضاءة البيضاء هي فعلا مهمة جدا، ولها تأثير واضح وملحوظ على نمو النباتات بشكل كويس. السؤال رقم 5: وإيه هي عدد ساعات الإضاءة اللي مطلوبة للأحواض المزروعة؟ الموضوع بكل بساطة إن في عدد ساعات مطلوبة للأحواض المزروعة منحصرة ما بين 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، 12 ساعة. طيب دايما أنا بقول للناس
سواء في كل المستويات، ميديم تك، لو تك، هاي تك، اللي انت عايزه 6 ساعات هي الافضل، لان الموضوع بالظبط اشبه زي ما مثلناها وقلنا عليها قبل كده انها عامله زي السواقه. ال6 ساعات هتوصل بيك لدرجات من النمو بشكل بطيء، ولكن هتوصل بسلام. كل ما تزود في عدد الساعات بتاعت الإضاءة فأنت بتسرع من عملية البناء الضوئي، فأنت بتسرع زي ما بتقول بالسواقة، فمعدل إن أنت تصطدم بالخطر وارد وأعلى، اللي هي الطحالب. كل ما تزود في عدد الساعات كل ما أنت بتقرب أو ماشي قوي لجنب الطحالب. فخلي بالك من الموضوع ده كويس جدا. فأسلم حاجة اشتغل 6 ساعات هاديين ليهم مردود تبعد بشكل كبير عن الطحالب، وخصوصا الطحالب البني، وخصوصا الناس المبتدئين اللي في الأول اللي بيبقوا لسه الموضوع بالنسبة لهم جديد، فعايزين يقعدوا قدام الحوض بشكل كبير، فيلاقوا نفسهم ان هم شغلوا الإضاءة بتاعت الحوض بشكل مستمر، فتضرب معاهم الحوض لطحالب بني، وساعات بيوصل لطحالب زغبية أو طحالب شعر وسودة. فعشان كده بنقول ال6 ساعات كويسة جدا ومناسبة، والحفاظ على استمراريتها ده شيء مهم. طيب السؤال السادس، وهو ازاي انا احافظ على وجود ال6 ساعات للحوض بتاعي؟ بص يا سيدي، في حاجة اسمه تايمر 24 ساعة، انت بتروح تشتريه، بتحط فيه الإضاءة فيه، بتظبطه على ال6 ساعات وخلاص. بتكون كبرت دماغك من الموضوع دوت. لا انت بقى يلزمك ان انت لازم تبقى موجود، او حد يشد الفيشه، او حد يولع الفيشه، او لازم وجود عنصر بشري يمشي الموضوع ده. فطبعا الموضوع ده بيبقى عامل ستريس او ضغط عليك جامد قوي، ان انت عايز تحافظ على ال6 ساعات بتوعك زي ما اتكلمنا عليهم. لازم يكون في وقت منتظم في الفتح والغلق. فانا شايف ان انسب حاجه تريح بيها دماغك للعمر طول العمر هو التايمر، هتجيبه وتحط فيه الفيشه وخلاص. سؤال رقم 7، هل لو انا شغلت الاضاءه بشكل ما فيهوش روتين، يعني مثلا انا النهارده شغلت الاضاءه الساعه 6، بكره شغلها الساعه 5، بكره شغلها الساعه 4، ده كده كويس؟ لا طبعا. انت كده بتكسر من حدة او نظام الروتين اللي خلق ربنا فيه الكون. زي ما الشمس بتطلع في مواعيد معينة وبتغرب في مواعيد معينة، واجب عليك ان انت تحافظ على ان يبقى في مواعيد للفتح وللغلق للإضاءة في مواعيد ثابتة كل يوم. لازم يبقى في مواعيد صارمة للموضوع ده. الروتين مهم جدا للنبات. طب لو ما عملتش كده ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان النبات نفسه بيولوجيا مش هيبقى ماشي بشكل كويس، وهيحصل له مشاكل. وخصوصا ان انت زي ما بيقولوا كده ان انت بتلعب في الساعه البيولوجيه بتاعه النبات، لانه زيه زي اي كائن حي عنده ساعه بيولوجيه، ومهم جدا ان انت تحافظ له عليها. السؤال الثامن واللي بنتساله، امتى اشغل اضاءه بالنسبه للاحواض النباتيه؟ بص، انت معاك اي 6 ساعات في اليوم شغله، ولكن انا هنصحك نصيحه كده معينه، وتعالى نقتنع بيها بالعقل. اولا، احنا كلنا بنشتغل الصبح، فدايما الميعاد الثابت بالنسبه ان احنا نقعد قدام الحوض هو بالليل. ثانيا، في الصيف درجات الحراره الصبح بتبقى عاليه، على عكس بالليل الحراره بتبقى قليله، لان الاضاءه دي بتطلع درجه حراره وسخونيه. فممكن نتفادى درجه حراره النهار ونشغل الاضاءه بالليل. طيب في الشتاء درجات الحراره بالليل بتبقى قليله قوي، بتبقى الدنيا ساقعه، فممكن نستخدم الاضاءه او الحراره اللي طالعه من الاضاءه دي كنوع من انواع ان هي تسند في حراره الحوض، وان احنا نسخن الوضع جوه الحوض شويه. بس ده الموضوع بكل بساطه. انا شايف ان احسن وقت ان انت تشغل فيه الاضاءه هو بالليل، صيف شتاء ثابت في نفس الميعاد. عندك بقى حياتك متشقلبه وعكس الموضوع ده، شوف 6 ساعات تانيين يكونوا مناسبين ثبت فيهم اضاءه. السؤال التاسع واللي دايما بنتساله، ارتفاع الإضاءة على مستوى الحوض. ارتفاع الإضاءة دايما بنقول خليه ماكسيمم 10 سنتي. 10 سنتي لو انت مشغل لمبات ألاوز. بالنسبة للكشافات الكانديلا وكشافات الليد، انا بشوف برضو ان هي بتبقى قريبة قوي، او التصميم بتاعها بيبقى قريب قوي من سطح الحوض، وبالتالي التوزيع بتاعها بيبقى قليل. فانا شايف برضو ان هي تترفع. ارتفاع ال10 سنتي هو الافضل. ففي كل الاحوال سواء مستخدم كشافات او مستخدم ليد بار او مستخدم لمبات الاوز، ارتفاع ال10 سنتي مناسب جدا. برضو ما تنساش موضوع الجرش بالنسبة للحوض
تحت ارتفاع ال5 سنتي، ده عامل مهم في حاجتين: في ارتفاع التربة بالنسبة للحوض من فوق، وتاني حاجة بيأثر برضو على مساحته أو احتوائه للحوض. يعني مثلا لو أنت حوضك 100 لتر صافي، هتلاقي إن الجرش دوت واخد مثلا 10 كيلو أو 10 لتر من الحوض. فخلي بالك من الحسابات دي كويس. السؤال العاشر والأخير اللي هو: هل ممكن أنا أحط الإضاءة على لمبة واحدة؟ الكلام ده اتكلمنا فيه ولسه قايلينه، ان لازم يكون في توزيع للاضاءه على مساحه الحوض. تلاحظ من كتر كلامي اللي انا اتكلمت فيه ان التوزيع للاضاءه مهم جدا للحوض، عشان خاطر يبقى كل الاركان منوره، ومش منتصف الحوض بس يبقى فيه الاضاءه متركزه عالي، ولا جنب من الاجناب او الوسط بس. لازم الاضاءه كلها تبقى كاشفه الحوض، وتوزع قوة اليومن أو قدرة اليومن اللي محتاجها الحوض ده على مساحة الحوض كلها بالكامل، عشان يبقى منور ومدي الإضاءة بتاعة النباتات كلها تقدر تعمل عملية البناء الضوئي بشكل كويس. دي أشهر 10 أسئلة بنتسأل فيها للإضاءة، وبنجاوب عليها زي ما احنا شفنا النهاردة في الحلقة. يا رب أكون اتوفقت وأكون جاوبت على أسئلتكم كلها، واللي عنده اي استفسار يخص الاضاءه يسيبها لنا في الكومنتات تحت. وما تنسوش تدعمونا بكومنتاتكم والتفاعل على محتوى الصفحه واللايك الجميل بتاعك. واشوفكم على خير في حلقه جديده، والسلام عليكم.